في مواقف في حياتنا لو فتحنا بقنا فيها هنخسر صحتنا وراحة بالنا، فاسكت علشان صحتك. طبعا انا عارف ان في ناس وحشتها سلسلة اسكت دي بصراحة، وانا كمان وحشتني. والنهاردة عندنا شوية قصص بقى. كان ليا واحد قريبي هو اكبر مني في السن وعايش بره مصر، وكنت ساعات بشوفه في المقابلات العائلية كل سنة، كان بيجي اجازة يعني. بس كل مرة كنت اقابله فيها كنا نقعد نتكلم في السياسة. هو انا ماليش في السياسة، بس هو كان بيجرني ان انا اتكلم فيها. يعني مثلا يقعد يتكلم على اوضاع البلد، مصر يعني، ويقول لك البلد صعبة والعيشة فيها معرفش ايه والكلام ده. وانا طبعا عشان عايش في مصر فكنت بتكلم معاه باللي انا شايفه، فكان بيحصل احتداد شوية في الكلام، لحد ما المناقشة في الاخر تقلب ايه، ان هو ايه يعني، زي زعل كده. يعني ما هي في انواع من المناقشات كده اللي هي ملهاش اي هدف. يعني هو مثلا لو انا اقنعته بوجهة نظري هيحصل ايه؟ الكون هيتغير؟ مش هيحصل حاجة. وهو برضو نفس الكلام، لو اقنعني بوجهة نظره هي مفيش اي فرق خالص. بس هي كده بتبقى ايه، المناقشات دي بتبقى من باب العند شويه. يعني تحس ان انت ايه، بتعند ان انت عايز تفرض وجهه نظرك عليه، وهو برضه نفس الكلام. المشكله بقى في المناقشات العائليه دي ان بيبقى الشكل العام كده ان في اتنين ايه بيشدوا مع بعض وهيقوموا يضربوا بعض بعد شويه. هو طبعا كان اكبر مني بكتير فمش هنوصل للمرحله دي، ولكن احنا بنتكلم في قصه ان انت الشكل العام قدام العيله. يعني في ناس تقول لك هو ايه يعني يا عم، ما تسيبه هو يقول اللي هو يقوله وانت قول اللي انت تقوله. الموضوع بقى بدأ ازاي؟ بدأ ان انا كنت في زياره عائليه وهو كان موجود، وبدأ يتكلم كده ايه، يعني هو ما بيكلمنيش انا، ما بيوجهليش الكلام، بس بيوجه الكلام لكل الناس اللي قاعده. في ناس كانت بتسمع وتبص في السقف وتعمل انها مش سامعه حاجه، وفي ناس كانت بتسمع وترد ردود خفيفه كده. هو بقى كان ساعات بيكلمني انا شخصيا، يوجه كلامه عليا انا، فانا كنت اسمع اللي هو بيقوله وبنتقده، لان هو بيقول حاجات غلط. هو عايش بره ما يعرفش الدنيا ماشيه ازاي يعني. طبعا يعني ممكن تكون الدنيا مش مظبوطه هنا والحياه بايظه وصعبه، بس مش زي ما هو بيقول، هو شايفها بمنظور تاني خالص. فانا كنت بنتقده في حاجات وبدخل فيه شمال في حاجات تانية، وهو اللي كان بيضطرني ان انا اعمل كده للاسف. يعني هو اكبر مني في السن، بس هو كان ليه طريقه كلام استفزازيه. المهم ان المناقشات كانت دايما بتنتهي نهايه سيئه، ان هو مثلا يزعل ويزعق، وانت بتتكلم كده ليه وانت، مع ان انا ما كنتش بتطاول خالص، لكن ايه، هو كده في ناس كده ما تحبش انك تفرض رايك عليها. بس من بعدها بقينا كل ما نتقابل نتشاكس مع بعض على طول في الكلام. هو يفتح بس الكلام كده وانا على طول ما تفهمش كده يعني، تحس انها بقت ايه، بقت عباره عن ايه، حرب دائمه. كل ما اشوفه خلاص. حتى كنا ساعات إيه هو عندي على الفيسبوك، يعني كنا ساعات ندخل في بعض شمال كده على اي بوست موجود على الفيسبوك ولا حاجه، يكون هو بيأيده مثلا وانا بعارضه او العكس يعني. بس اكتشفت بعد فتره ان انا بستنزف طاقه من نفسي وانا مش حاسس. ليه؟ لان كنت بطلع بعد المناقشه دي دمي فاير كده ومتضايق، حاسس ان في حاجه حصلت مش عجباني، بالرغم ان انا مثلا ايه ممكن اكون يعني غلبته في الكلام في مره من المرات او هو العكس، ولكن كنت بحس كده ان دمي فاير عشان حاجه ملهاش لازمه. زي ما قلنا كده، هو لو اقنعني بوجهه نظره هنستفيد ايه؟ الحياه هتفضل ماشيه زي ما هي، مش هيحصل فيها اي حاجه. وبيني وبينكم احسن تصرف في المواقف دي ان انت تسكت، ما تخشش في الكلام ده خالص. يعني اذا حصل قدامك مناقشه حصل عملت لك اثاره كده انك لازم تتكلم، امسك نفسك، ما منهاش فايده. انت ممكن يعني ايه تزعل مع الشخص ده، ويكون انت بتشوفه مره كل سنتين ثلاثه، ايه لازمتها يعني؟ وبعدين زي ما بقول لكم كده، يعني انت المناقشه مش هتودي لاي حاجه، يعني ولا رغيف العيش هيكبر ولا كوبري 6 اكتوبر هيبقى فاضي. الموقف اللي بعده هو علاقه بين اب وابنه. بس العلاقه دي كانت عباره عن ايه بقى؟ الاب ده دايما ينتقد الابن من وهو صغير، وهو بينتقده: انت ما بتذاكرش، انت هتسقط، انت فاشل، مش هتنجح السنه دي، كل زمايلك هينجحوا وانت مش هتنجح. كانت العلاقه بينهم عباره عن انتقاد فقط. فالولد كان على طول بيبص لوالده ده انه شخص منتقد. هو ما كانش حاسس بيه كأب، ولكن كان حاسس ان هو حد محبط، يعني على طول بيحبطه. ممكن يكون الولد فعلا بليد وما بيذاكرش، بس الطريقه دي بتزود الموضوع اكتر، يعني ما بتصلحوش. يعني هو لو ما عندوش الدافع مثلا انه يمسك الكتاب ويبدا يذاكر، فهو الطريقه دي مش هتخليه يعمل كده، بالعكس ممكن يعند ويقول لك يلا مش عامل حاجه خالص. المهم العلاقه دي كانت من وهو صغير واستمرت لحد ما كبر. كل ما يبقوا في مقابلة عائلية ولا في خروجة مع ناس أصحابهم ولا مع أهاليهم، لازم يقعد ينتقد في الولد: لابس كده ليه؟ بص لابس إزاي؟ مع إنه مش بينتقد بقى بينه وبينه، لا ده الانتقاد في العام. ودي ظاهرة موجودة يعني على فكرة، يعني بيبقى الأب خايف على ابنه زيادة عن اللزوم فبيعمل معاه السلوك ده، ولكن طبعا هو مش صح. أنت كده بتأثر على شخصيته، والتأثير ده ممكن يظهر بقى في المستقبل إن هو نفسه ممكن يبقى كده مع أولاده. المهم بقى إن الولد بقى صاحبنا ده وصل لحد ايه، ثانويه عامه، وكان بينجح بقى كل سنه بالزق كده. ما هو طبعا هو حاسس انه قاعد في جو محبط، على طول عنده شخص في البيت: انت هتسقط،
انت يلاقيه قاعد بيذاكر، يقول له انت بتذاكر، يلا بوريني لو فلحت. عارفين انتوا النظام ده؟ بس يعني لو انت بتعمل الكلام ده مع ابنك وفاكر ان الكلام ده مثلا هيحفزه او هيخليه ينتج اكتر، اعرف ان انت هترجعه خطوات كبيره جدا لورا، وممكن في المستقبل ما يسمعش لارائك ولا نصايحك اصلا، لانه عارف ان انت شخص محبط. المهم خلينا في صاحبنا ده بقى ايه، جه في ثانويه عامه، جات له حاله كده ان هو ايه، عايز يسيب التعليم. خلاص بقى زهق، الراجل مزهقه في عيشته. المهم ان الولد ربنا كرمه وراح معدي من الثانويه العامه، طبعا جاب مجموع اي كلام وراح داخل كليه. وجينا بقى للحظه اللي حصل فيها التحول. وطبعا القصه دي صعب انك توجه صاحبها ان هو يسكت، لان هي الموضوع بدا معاه من هو صغير، من هو مش فاهم اي حاجه في اي حاجه وبيحصل له كده، فمش تقدر تقول له اسكت. لكن احنا بنوجه القصه دي للاباء اللي بيعملوا كده. المهم ان صاحبنا ده دخل الكليه وتعرف على واحده وعجبته وعايز يخطبها. راح قال لابوه، طبعا ابوه مسح بيه الارض وخلاه ما يسواش 3 نكله. تتجوزك عشان ايه؟ ده انت معكش حاجه، ده انت مش لاقي، انا مش هساعدك. انا في نوعيه اباء كده بيعملوا كده زي ما قلت لكم كده، بيحاول يعني يخشن الولد. او ممكن يكون السبب التاني يعني اللي انا مش عايز اقوله، وهو ان الاب بيحاول يتملص من المسؤوليه ناحيه الولد، او بيخلي مسؤوليته لو الولد ده فشل في حاجه مثلا يعني. في سبب ثالث وده الاكيد طبعا، ولو عندكم سبب رابع اكتبوه في الكومنتات. السبب الثالث ده هو ان الاب ده طبيعته كده، هو كده شخص محبط، شخص متاكد ان كل حاجه هتفشل، هو نفسه في حياته بيحس ان هو فاشل على طول، فشايف اللي حواليه كلهم فاشلين. اكتبوا لي طبعا في الكومنتات لو في سبب غير اللي انا قلته ده. المهم بقى ان نهايه القصه المؤسفه دي او المحبطه او السخيفه يعني زي ما بنقول كده، ان الولد اتجوز البنت غصب عن ابوه. الغريب بقى ان الولد نجح في الجواز وحياته بقت كويسه جدا، اشتغل في شغلانه كويس والدنيا بقت كويسه جدا معاه، بعكس الصوره السوداء اللي كان ابوه راسمها له قبل الجواز. هو الولد ده من بعدها طبعا مش هيقطع مع والده، بس قلل الاحتكاك معاه قوي. انا عارف ان هو ممكن يكون الكلام صعب شويه، بس هو للاسف كتر الاحتكاك مع الشخص ده بيولد مشاكل دايما. القصه اللي بعد كده بتتكرر في كل مكان موجود في العالم، مع اختلاف الجنسيات واختلاف الطباع واختلاف البلاد كمان، وهي تدخل القرايب في حياتك. وانا بتكلم على القرايب زي مين؟ زي العم، الخال. في ناس تحب ان قرايبها يتدخلوا في حياتها بمزاجهم، لكن انا بتكلم على القرايب اللي بيتدخلوا غصب عنك. فالقصه دي عن بنت كانت ساكنه في بيت عيله، وعمامها كلهم ساكنين معاها في نفس البيت. في عم من الأعمام اللي هو الكبير كان بيتدخل في كل حاجة، هو يعتبر رب الأسرة زي ما بيقولوا كده، أو رب البيت ده كله. المبنى كان مكون من 4 شقق وكل شقة فيها عيلة. الراجل ده محدش يقدر يعمل أي حاجة غير لما يرجع له. بس في أخ من الإخوات توفى، فزوجته والبنت دي عايشين معاهم في نفس البيت، يعني عادي بيت عيلة وهم عايشين في بيتهم يعني. الراجل ده كان مسؤول مسؤولية كاملة عن البنت دي، يعني مثلا بداية من وهي صغيرة، هو الوالد توفى أول ما هي اتولدت على طول، كان يوديها المدرسة، يجيبها من المدرسة، يدفع لها مصاريف المدرسة، ولما كبرت شوية بقى يدفع لها مصاريف الدروس الخصوصية، كان مسؤول عنها بالكامل، لأن الأم ما كانش عندها أي مصدر دخل. فالعم ده كان مسيطر تماما على حياته. بس بقى البنت لما كبرت وعايزة بقى تاخد قرارات في حياتها خاصة بيها هي، زي مثلا إنها اختارت شخص معين تتجوزه، العم ده كان بيتدخل بكل الطرق، لحد ما البنت بدأت تحس إن حياتها مش ملكها، والشخص ده اللي هو عمها بقت شايفاه زي حارس السجن بالظبط، ما بتقدرش تتحرك ولا تعمل اي حاجه من غير ايه الرجوع ليه. كانت في الاوقات دي تعرف شاب كويس جدا وكان عايز يخطبها، كل ما يطلب ان هو يروح يقابل اهلها هي كانت ترفض، لانها عارفه انه مش هيقابل مين، اكيد هيقابل عمها، وممكن عمها ده يضايقه، فكانت خايفه جدا لحد ما قررت انها تخلي الشاب ده يقابل عمها. فعلا اخذ ميعاد منه وراح قابله، لكن للاسف زي ما بنشوف في الافلام بالظبط، العم ده كان عنده ابن كان عايز يجوزه للبنت دي ومش عايز يقول لها، بيعمل العمليه كده ايه كانها بنته بالظبط، بيتصرف تصرف كامل في حياته. المهم الولد لما راح له راح مطلع القطط الفاطسه فيه، قال لك ده ما عندوش دخل كويس، ده شقته في حته بعيده، ده ما اعرفش ايه، لا مش هينفع العريس ده، وراح فشكل العمليه. البنت بعدها زعلت واتشحتفت، وده شاب طموح وكويس وعنده مستقبل، ازاي ترفضه؟ واتكلمت مع عمها بلهجه حاده شويه. وطبعا نهايه الموضوع زي ما حصل مع صاحبنا اللي في القصه اللي فاتت بالظبط، البنت اتجوزت الولد لانها كانت خلاص عدت 21 سنه، خلاص بقت بالغه تقدر تاخد قراراتها بنفسها من غير ما ترجع لحد، فاتجوزت الواد ده غصب عنه، بس طبعا بمعرفه امها. ولكن العم ما سكتش، ولع الدنيا، ده كمان ايه، ده طردهم من البيت كمان بتاع العيله. طبعا السبب في القصص دي كلها هو بيت العيله. انا عارف ان في بيوت عيله بتبقى كويسه ما فيهاش اي مشاكل، وبيوت العيله دي يعني هي من زمان، من ايام اهالينا زمان كان كله يتجوز في عماره واحده كده ويبقوا قاعدين مع بعض في نفس المكان. كان بيحصل مشاكل وبيحصل غيره، بس كان ايه، الموضوع كان فيه برضو جوانب تانية حلوه، زي مثلا ان في مسانده، انت معاك ناس اذا في مشكله ولا حاجه اهلك كلهم في نفس المكان. ده غير بقى الفوائد بتاعت لمه العيله، وان الولاد يتربوا كلهم مع بعض في نفس المكان، كل دي فوائد حلوه جدا. وبرضو انت لما بتقعد في بيت عيله بيبقى فيها شويه نوع من التوفير كده،
بتقلل التكاليف، زي تشتركوا كلكم في اشتراك نت واحد، تجيبوا الخضار والفاكهه بتاعتكم مره يعني. طبعا ممكن يكونش بيحصل بالكلام اللي انا بقوله ده، بس في بيوت عيله كده، وفي بيوت عيله طبعا جحيم، لان ما بيبقاش فيه خصوصيه وفي بعض التدخلات، كل الكلام ده بيخلي بيت العيله يعتبر جحيم. المهم القصه انتهت بان الام وبنتها دول انقطعوا تماما عن العيله دي، خلاص ما بقاش في اي تواصل بينهم يعني. ودي طبعا النتيجه النهائيه المتوقعه من التدخل. انتوا طبعا هتستغربوا ان انا عدت تاني سلسله اسكت دي من تاني. لا انا مش هعيدها، انا عامل حلقه بس كده استثنائيه يعني، والله عجبتكم ممكن كل فتره ننزل حلقه منها. وشكرا جدا لكل اللي وصل لهذه النقطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.